زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2025. وزارة المالية تكشف التفاصيل بعد التعديل الوزاري الأخير. قبل ما نبداو ديروا واحد لايك تشجيعا لنا واشتركوا في القناة لما كنتوش مشتركين فضلا وليس أمرا، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد إليكم. التفاصيل في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين في المملكة المغربية. كشفت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2025، حيث سيستفيد آلاف المتقاعدين في القطاعين العام والخاص من هذه الزيادة التي جاءت استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2025. أعلنت الحكومة المغربية أن صرف الزيادة في المعاشات سيتم وفق مراحل مدروسة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار المالي، حيث سيطبق الجدول التالي. المرحلة الأولى تم زيادة قدرها 500 درهم في يوليو 2024. المرحلة الثانية زيادة قدرها 500 درهم إضافية تطبق في يوليو 2025. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستشمل كافة المتقاعدين دون استثناء، سواء في القطاع العام أو الخاص. متى يبدأ تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين؟ بحسب ما أعلنته وزارة المالية المغربية، فإن تطبيق زيادة المعاشات سيبدأ تدريجيا ابتداء من النصف الأول من سنة 2025 بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والمصادقة النهائية من الجهات الحكومية المعنية. طريقة الاستعلام الإلكتروني عن زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2025. يمكن للمتقاعدين في المغرب معرفة تفاصيل رواتبهم الجديدة والزيادات المعتمدة بشكل مباشر وسهل عبر المنصة الرسمية لوزارة المالية، وذلك من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية، اختيار قسم خدمات المتقاعدين من القائمة الرئيسية، النقر على خيار الاستعلام عن المعاش، إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الانخراط، الضغط على زر بحث للاطلاع على تفاصيل المعاش والزيادات. كما شددت الوزارة على أن أي معلومات أو إشاعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادات فورية غير صحيحة ما لم تصدر عبر القنوات الرسمية. تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025. كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المغربية عن رفع التدريجي للحد الأدنى للأجور، وهو ما سينعكس إيجابا على قيم المعاشات خاصة للمتقاعدين الجدد. زيادة 500 درهم في يوليو 2024. زيادة إضافية 500 درهم في يوليو 2025. هذا التعديل سيؤثر بشكل مباشر على حسابات المعاشات المستقبلية، ما يضمن تحسين مستوى دخل المتقاعدين الجدد ويقلل من فجوة الدخل بينهم وبين الأجيال السابقة. هل ستشمل الزيادة جميع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص؟ نعم، الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين سواء في القطاع العمومي أو الخاص دون استثناء. ما هي المستندات المطلوبة للاستعلام عن المعاش؟ أولا، رقم بطاقة التعريف الوطنية. ثانيا، رقم انخراط المتقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد. ثالثا، هل الزيادة مرتبطة بسن معين أو بعدد سنوات العمل؟
لا، الزيادة تشمل كل المستفيدين بغض النظر عن السن أو عدد سنوات الخدمة. وفي خبر آخر، مكاسب جديدة وحسم ملفات عالقة في اجتماع النقابات المالية ومديرية الضرائب. إليكم التفاصيل. عرف قطاع المالية والاقتصاد حوارات اجتماعية عدة بين نقابات القطاع وبين الوزارة الوصية لبحث وضعية موظفي المديرية العامة للضرائب والإشكالات التي تعتريها. وخلص الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة المالية للاتفاق على عدة نقاط وحسم العديد من الملفات العالقة بالمديرية العامة للضرائب. واتفق الطرفان وفق مصادر من النقابة الوطنية للمالية CDT على حصول المديرية العامة للضرائب على حصة مهمة من عدد المناصب المخصصة للتوظيف السنوي من الوزارة لتدعيم الإدارة المركزية والمديريات الجهوية ومصالحها بموارد بشرية جديدة من أجل رفع الضغط الحاصل في بعض المصالح الخارجية. وخلص الحوار إلى اعتماد تحفيزات مادية ونوعية جديدة للموظفين والموظفات بالنظر للمهام الجديدة المضافة إلى مهامهم الأصلية للرفع من المردودية، إضافة إلى إرساء معايير دقيقة وشفافة في توزيع العلاوة الاستثنائية والخاصة. وتعهدت المديرية العامة للضرائب وفق المصادر النقابية بإخضاع جميع مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مع اعتماد معايير التجربة والتمرس المهني والكفاءة والمردودية، وعدم إقصاء وتهميش الطاقات التي كلفت جهدا ماليا وإداريا في التكوين. وفيما يخص مسألة الموظفين المعفيين والتي كانت من أبرز الملفات العالقة، اتفق الطرفان على رد الاعتبار للموظفين المعفيين من مناصب المسؤولية لأسباب لا تستند على أي مسطرة تأديبية أو قضائية. هذا وتم الالتزام على احترام المديرية العامة للضرائب للحريات النقابية والحق في العمل النقابي داخل كافة هياكلها ومؤسساتها، ومؤسسة الحوار القطاعي داخل المديرية، وإشراك النقابات في جميع البرامج والمشاريع المتخذة من طرف المديرية. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.